جيت في وقت مناسب. زي ما انت يا باشا على بجد وضعك. والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. انت ايه؟ الابتداء كده. انا في المسرح وهنا. قول لي حكايه انت ايه؟ تاني معلش انا كل ما اقابل حد يقول لي معلش، ما احنا لازم نعرف، لازم الناس تعرف برضه. بعدين احنا في السيد طيب سي السيد يعني موضوع تاني غير احنا برضه. ماشي يا سيدي. هبتدي لك منين؟ احكي من الاول. من الاول خالص. لا بص يا سيدي، كنا بنعمل مسرحيه اسمها جماعه منحله. ده كان في سيزون 1 تياترو مصر، ايام ما كان اسمه تياترو مصر. كانت اول مسرحيه اخراج استاذ نادر صلاح الدين. فكله خد ادوار. تمام، ادوار يعني في كلام بيتقال انا بقرا دوري لقيت اسمي مجدي، والدور عباره عن ايه؟ بقول تمام بس داخل مع مذيعه، المفروض مذيعه قناه خليجيه. وبتقول لي جاهز؟ بقول لها تمام، وهي بتكمل بقى المشهد مع نفسها، ماليش دعوه بحاجه. فدخلت كنت متضايق قوي بصراحه، اللي هو عارف احساس اللي هو كله بيقول وانا قاعد مش لاقي حاجه اعملها. فسرحت بقى، طلعت اول يوم ده سرحت بقى، اللي هو يعني انا الدنيا جرت عليا ازاي. فنسيت الجمله، نسيت الجمله بتاعت اللي انت لا تمام، لا جاهز يا مجدي، فبقول لها تمام وسرحت. ففجاه سمعت صوت ضحك، الناس بتضحك، فبركز كده لقيت ربيع واقف باصص لي. فركبت معاه يعني. بص احنا عندنا برضو سنس شويه، اللي هو ايه اللي ممكن يضحك الناس فادوس عليه عشان يضحكهم اكتر. فلقيت منظرنا يعني، او منظري وانا داخل المشهد واقف مش فاهم حاجه، مش موجود معاهم اساسا، في طالع منه كوميديا. ففضلت ساكت خالص. تمام. وفي اخر المشهد ده اول يوم بقى يعني اللي ما تصورش، ابتديت اتكلم وبتاع مش عارف ايه. فخرجت من العرض قالوا لي حلو قوي بس ما تتكلمش خالص. انا اقتنعت بصراحه يعني. هو سيكونس شفتك انا في عرض تاني رحت رايح قايل لهم انت عارف انا بقالي كذا مره ما بقولش ليه؟ عشان معيش ميكروفون اساسا. ده الجزء الثاني من اللي شفتها دي برضو كانت مع ربيع. ده برضو ما كانش دوري يعني، كان دور حمدي، وحمدي كان عنده ظروف وبتاع فما دخلش، فقالوا لي خش. ده على الهوا يعني، انا رايح المفروض داخل العرض الثاني، فلقيت استاذ اشرف بيكلمني يقول لي تعالى وبتاع. اجي طب لسه، قال لي لا تعالى عشان في دخله. يا ما انت كريم يا رب يا رزقت. بس فروحت قال لي بص هتخش تعمل اللي انت كنت عامله مع ربيع السيزون اللي فات. فدخلت عملته. انا اتفاجئت يعني، انا اول ما دخلت وربيع جالي كده وبص لي نفس البصه، الناس قعدت تضحك. انا ما كنتش متوقع ان الناس هتفضل فاكره السيكونس ده من سيزون 1. انا اصلا نسيته يعني، مش في الدماغ. هو اصلا نسيت. فلقى ان طالع منه ضحك، فهو علق على الموضوع. فانا يوم التاني تالت قلت لهم بصوا انا هقول الافيه الفلاني. فطلعت قلت كده، فعلمت قوي مع الناس، مع اني بعد كده طلعت واتكلمت كتير وكل الناس مش فاكره لي غير انت ايه. انت ايه ده معلم قوي، عايز اقول لك يعني دايما يا ابراهيم اكيد في الشارع اي حد يشوفك وبيجي يتصور معاك انت بالظبط. ده اول اسلوب ده لازم يتقال، وبيستنى ارد عليه يعني. ده بقى اللي بيضايقني، هو بيقول لي انت ايه؟ طب انا هرد اقول لك ايه؟ طب ارد اقول لك ايه؟ بما انك انت معانا بقى في سي السيد